ما ان شاء الله هنحرص على ان الكلاب ما تشوفش المحتوى ده. اذا كان احنا بنتعب لما بنشوفه، ما بالك كلاب كروان. انت قصدك على كروان بروبولين؟ يا عم خلينا نتفرج بقى، ما تبقاش قطع ارزاق. ايه بتقلعوا ليه؟ عمل ايه؟ هيستحمى يا ابن الكلب يا محظوظ. هو ده اللي خايفه منه. على فكره خلي بالك عشان انت ابتديت تحقد على الكلب. ولا حد سائل فينا. صبنيه. حطي صابون وليفيه. مجعوص لي قوي ورا يا اخوي، مجعوص لي ورا. الدنيا كلها بتحقد عليك. ده انا ما عملتش كده في فرحي. الله، طب وانت ايه اللي منعك؟ ما عملتش ليه كده في فرحك؟ اعدليه بقى ونلاقي في ظهره. ايوه. ايه عايش على المهدئات؟ مهدئات ايه يا عم؟ انت ليه مصمم تحقد على الكلب وتشنع عليه؟ اصبر بس نشوف. اما انا قلت اصل الغنى الفاحش ده برضو ليه عيوب. انت عارفه حضرتك ان في عندنا واحد اسمه كروان بروبلمز؟ ايوه، جايب كلبين وبيقول لهم التوكه وكده، وكان عامل لهم شوربه خضار. طبعا عارفاه كروان بروبلم. ومين في مصر ما يعرفش كروان؟ ده الكل عارفه. القاهرة الكبرى وضواحيها وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ايه صابونه الجليسرين؟ عارفها، بتاعت العيد. ليه هو انت بتستخدم الصابونة دي في العيد بس؟ بنغسل بيها الخدود، ايوه عشان القشف. ماشي نديله شطفه. الكلب جرب على فكره، لونه جير. مش عارف العيب في الشامبو غالبا. لا يا عم سيبك، ده بس تلاقيه لونه اتغير علشان نضف. ماشي هنلاقي في ظهره بقى. تليف يا ابن المحظوظه. وده معجون سنان هيغسلوا له سنانه. هو ده فرح يا اخوانا ولا ده يوم عادي ولا انتوا بتعقدونا ولا ايه؟ يا عم ده الروتين اليومي بتاعه، وانت مصمم تعقد نفسك ليه؟ انت باصص في حياة الكلب ليه؟ ما تسيبه. احنا ما بنستحماش كده 5 دقايق وبنخرج، ما نقعدش كل ده. طب ده انت يا عم مش الكلب. ماشي هنجيب بقى دي. الله، بريزولين. هو كان سهران امبارح ولا ايه؟ الواد ده مش تمام ولا ايه؟ مش مظبوط. يا عم انت سيبه في حاله، وده تعقدتني انا شخصيا. وبعدين يا عم دي مش بروزولين، دي نقط معقمة للعين. خلاص ارتحت كده، سيبنا نكمل. ماشي هنديله شطفه كمان ننشفه. نشفيه كويس بقى، الفيروس منتشر اليومين دول. الاستشوار، نعمل له الاستشوار. خلي بالك انت بتحقد على الكلب. انا ساكتة ومش راضي اتكلم. ايوه استشوار لو لمسته، بس لو لمسته تبقى فيه مشكله. الله، ده عينيه عيانه ولا ايه؟ كان عند دكتور الرمد هو اللي كاتب له بقى على كل ده. تاني وبعدين معاك. ودي ايه؟ ماشي، قطرة الودان عشان الشمع برضو لو الولد عنده حاجة. التوكة بتاعت كروان لو شافت اللي ده مأساة. مأساة ايه يا عم؟ كلاب كروان ميد ان ايجيبت، لكن دي كلاب تلاقيها ميد ان تشاينا. وده دي بودرة الهالات السوداء. دي بنت طيب ولا ده ولد ولا ده فرحها؟ ممكن لو كده مثلا نعذرها يعني، مفيش مشكلة. على فكرة انت بتهبد، هو اي هبل في الجبل وخلاص. بعدين ده مسمسم شكله ولد. وده ايه؟ برفان بقى، نحط له برفان. ما غريب ده الولد. ايه بطنه وجعاه ولا ايه؟ لا يا عم ما افتكرش ان ده ماء غريب. وبعدين هي معقولة هتخاطر بصحته يعني؟ زد كاكاو على رجلها. طبعا عشان من اجل قدمين ناعمتين. نعم. يا عيني يا عيني. عقدك على الكلب خلاك تتكلم بالفصحى. من اجل قدمين ناعمتين يا ولد. يلبس بقى ولا ده ولد، طلع ولد طري. هتطلع طري يا عم ما هو كلب، ما هو لازم يطلع طري. ما انت عاوز يطلع ايه؟ بيته فين الكلاب؟ اما انت امر غريب والله. يقعد على كرسي. شفت بقى الحمامات بتتجهز ازاي؟ وانت اقصى طموحاتك ان تدخل الحمام تلاقي الصابونة على الرف والفوطة متعلقة في الحمام. بس سيبك، الكلب بقى فله، بقى عامل زي القطنة. ايه رأيكم؟ بذمتكم مش نضف؟ رأيكم يهمنا برضو.